de bagulho tem que ser assim. É de bagulho, 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 é de bagulho. السلام عليكم. رجعنا بسلسلة فيديوهات فلوقات مثل ما تعودتوا عليها من قبل، اللي هي فلوقات كانت بالبداية كانت بالسادس كنا نحكي، هسه بعد السادس بإذن الله النتائج بعد الأسبوع تقريبا، وإن شاء الله كلكم ناجحين وأنا من ضمنكم. وأي شيء يخص السادس قلت بهذا الفيديو، راح يطلع لكم هنا، قلت بعد ما أنشر أي شيء يخص السادس عاد فيديو النتائج إن شاء الله، بس يطلع فيديو النتائج أصوركم فيديو النتائج. واي شيء تحتاجونه بخصوص السادس انا هذا موجود حساب الانستغرام هنا وقناه التليجرام هنا، تقدرون تتواصلون وياي ارد عليكم. هاي الشغله الثانيه، الفيديو هذا يكون فلوج، يعني ما راح اتكلف فيه هوايه بسبب انه انا بشغل راح اصور يعني روتينات بسيطه. بديت الفلوج من مصطفى صاحبنا. مصطفى خليني احكي لكم شغله عنه. قبل سنه كنت متابعه على التيك توك. اقلب فيديوهاته جدا انا عاجب بالقصات اللي يسويها، القصات او القصات بكيفكم انتم، والشسوار اللي يسويه، ويعني شلون مبدع للرسمه. انت شوف الشغله اللي تحبها تبدع بيها. انت اليوم شو تحب دراسه، تبدع بالدراسه وتجيب اعلى المعدلات. تحب حلاقه، تبدع تصير فنان، يعني مو حلاق، فنان انا اعتبره. ف شو اقول لكم بعد، كنت ادخل كل فيديو ينشره كنت اشوفه اول باول وادخل اعلق وين مكانك ما يرد، مغلس مكنسل التعليقات كلها. يعني اللي تدخل على تعليق اشوفه واحد قايل لي وين ما يرد على حد. ما ادري انت يعني شوف انت اليوم من تنشر المفروض يعني ترد على العالم عمود، يعني الناس تعرف مكانك. احتمال واحد ما عنده رصيد يخابرك، انا اشوف رقمه بس ما عنده رصيد يخابر صراحه. فجيت اشتغل هنا بالفلوجه بهذا المطعم، اكو شو اسمه صالون قريب علينا مال حلاقه. جيت حلقت بالصدفه كان اشوفه، يعني عرفته. كان اسال صاحبي قلت له هذا، قال لي هو هذا. فجيت عليه وقال لي كل هلا وانا اعتذر ومدري كذا. قلت له ماكو اعتذر، انا صار 3 سنوات ادور لك واليوم لقيتك. فشنو رايكم بالنتيجه؟ هسه راح اطلع لكم النتيجه هاي. مالك واس تنزل؟ رجعوني للسادس اول شيء. والحمد لله اخوان ما عندي سيارة. كان الثاني جوال الكرام. سياقة صعبة عمي، سياقة صعبة يا ابوي، وما من مجرد بسيارة باع السياقة باع صلي السياقة على السياقة يا ولد. باع السياقة ولا التراب. خلوا لايك اشتراك بالقناه. والنتائج ما بقى شيء، وان شاء الله صاركم فلوق جاي. فلوق النتائج اكيد راح ينزل عن قريب تقريبا اسبوع قبل ما تطلع النتائج ان شاء الله. خلاك لما تدخل المطعم راح تجي كل شيء جاهز، تلقى كل شيء جاهز، من اكل من مداران من مقبلات من يجيب كابتن يوصي. بينما انت خلف الكواليس كل شيء ما ادري، ما ادري من يتعب، ما ادري من يجهز. في اليوم راح اخذكم فره مكون يعني ميتر صار في هذا المطعم، راح اخذكم فره شنو شغلنا، شلون نصفي الما نوصل لتجهيز الطلب حتى ينزل الزبون. من ضمن الفلوق هذه الجزئيه راح تكون ان شاء الله قريب.
ساعة بالتسعة، ساعة بالتسعة وخمسة، 9 و10 تنخصم إذا تأخر. فغلسوا التيشيرت نفسه راح أصور فيه يم الحلاق، بس لأن تأخر كلش فما لحقت أردن. المهم شغلنا أول ما يبدأ بغسل الصالة. أول ما راح نغسل الصالة بعدها راح تصور لكم شو راح تسوي بعد الغسل مال الصالة. بعد ما كملنا غسل الصالة صار لازم ننزل الكراسي. كراسي يعني احنا نرفعهن عم نغسل، نرفعهن بالليل تنغسل الصبح. فخلونا ننزل كراسي يلا. بعد ما كملنا شنو كملنا تنزيل الكراسي. ايش راح نسوي؟ راح نمسح الكراسي، لان تدرون يعني الكراسي احتمال طفل قاعد على الكرسي نخلي ايده على الكرسي ياكل مال تمه. فلذلك احنا نمسحها مرتين باليوم، نمسحها العصر ونمسحها الصبح. فاسفنجه مبلله او بخاخ ما يخالف، ماكو مشكله. اسفنجه مبلله واخذ الكراسي مسح ما صار لي. اوكي. شوي ساعة تصفير. ممكن واحد يسأل ليش لابس نعال؟ اخوان احنا هنا بالمطعم قبل اول ما نجي من نصفي من نغسل، تدري الحذاء اذا تلبس البدايه ف يعني ايش اسمه تتبلل. فلذلك احنا احنا تكرمون نلبس نعالات لما نكمل شغل غسل تنظيف تصفيه، وراها وراها نلبس الحذاء. لان هو المطعم كله ممنوع اذا مو حذاء وترتيب فلذلك خاف واحد يسال يقول انت وين لقيت ويتر صاله لابس نعال بالصاله. هاي اخوان بس البدايه اول ساعه نشتغل بيها، وراها نلبس الحذاء. فحبيت احكي لكم هذا نكمل الفلوس. بعد ساعه من الشغل بدينا من 9 اللي هي تصفان نسميها نفس تصفان الصاله. هسه صار الساعه من 10 ل 5 المهم يعني 10 نقول. فساعه واحنا بعدنا ما مكملين تقريبا 80% من الصاله. هسه راح اقول لكم من 20% بقت وين. فاخوان الساعه بعد ما كملنا الكراسي عندنا شنو؟ بدنا نشتغل غرف واحد صور له خوف ديش. ايه فشنو شلون امسحها؟ امسحها غرف. اول شيء تنزل الغلاق الرف، بعدين شنو؟ بعدين راح اطبخ. اوكي. بعدين شنو؟ بس واحد يقول علمنا. لا انا ما اعلم، اعلمكم اخوان. بس تدرون يعني لازم اصور شنو؟ كواليس الصاله كلها. لان نصور كواليس الصاله من تصفيه الرفوف الى تصفيه الكراسي وكليه. في حال ضاج الزبون بعد ما تأخرت المدراء وتأخر الطلب ممكن يقرأ كتاب، يقرأ أي شيء. هواية كتب موجودة، هاي رفوف، هاي وغير نوعية من هاي هيك. فطبعا هنا الزبون مدلل، فاهمين شلون؟
جينا القاعة على اساس انه نتمرن ونصور من ضمن الروتين انا وياي الشباب، بس في المشكلة ما يقبلون اشتراك يومي. انا ما ادخل القاعة لان الصراحة فاضي صراحة مجال ماكو، لا تو ما اعرف انزل اول صاعدين فوق ما اعرف انزل فقالوا لنا ما نيسر تدخلون يومي. قلت يا ابو بس اصور جزئية بسيطة 5 دقائق ما قبل. فهذا الفلوج بدون قاعة بدون جيم، يعني امشي الفكرة اخوان. اوكي شوف حتى الكهرباء انطفت، يعني مزدودة بوجهي مزدودة. يا ابو مع السلامة. السلام ورحمة الله. اي والله اخوان. فهذا فلوج يعني صراحة متشائم بيه جدا من الصبح. هسه راح احكي لكم كم سالفة غير من الصبح، يعني الوضع ابد ما هو. طبعا اخوان اليوم مزدودة بوجهي، بطلت المطعم، ابو القاعة ما يقبل يدخلني القاعة، ازعاجات بالتصوير من الصبح لنهاية الفلوج. فقدروا معاناة هذا التعب، واتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو البسيط. ولا هو يعني ما ادري ايش راح اضيف فيه بعد، اريد اضيف فيه كل شيء، المهم اسويه 15 بين 15 و 13 دقيقة. فهمت شلون؟ فخلوا لايك واشتراك بالقناة واريد كلام طيب بهاي التعليقات. اخوان ضاعت النظارة وجار البحث عنها، هسه شلون اشوف ما ادري. طبعا ما عليكم بهالفرش لان هذا سكن مال مبيت العمال او الموظفين، لذلك اكو مبطلين وكاي، فيعني تكون هوسة. بس كلنا يعني فراشه والمرتب ببيته مرتب بكل مكان. هسه هذا مو موضوعنا وين النظارة. شوف هناك والله الحرية. شوارع فارغة بس الرجال الحقيقيين يقعدون يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فأنت اليوم إذا صليت الفجر بجماعة، طبعا ويا حمودي، إذا صليت الفجر في جماعة أنت بذمة الله، يعني طوال 24 ساعة مالتك هاي. فأخوان صلاة الفجر بجماعة، سواء أنت إذا ما تقدر تروح الجامع ما يخالف روح البيت، العفو صلي بالبيت. فللتذكير فقط. وشغلة ثانية راح أحكي لكم إياها وجه، يعني صورة وصوت على مود يعني أوضحها أكثر. أجواء حلوة، الجوامع كلها تقرأ، الأذان ما بقى له 5 أو 10 دقائق. صراحة أجواء تفتح النفس، الهواء كلش طيب، خصوصا إحنا مقبلين على الشتاء يعني. ما أوصفكم الشعور، وما تلقى القلة لا ازدحام لا بشر يطلع، بس يلا اللخ. خاف واحد يجي يقول أنت طالع تصلي رياء، يعني أنا ما مجبور أبرر لك رياء أو رياء، ما أعرف أنا المصطلح هذا صحيح أو لا. المهم رياء، يعني أبين لك شو أنا داخل شيء، أنا ما مجبور أوضح لك هاي الفقرة، بس احتمال أنه أنا أكون سبب بالتزامك للصلاة أو أكون سبب بتذكيرك بالصلاة. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هاي شغلة ثانية، يعني مثلا هي غيرة تعتبر. مرات أنا إذا أشوف واحد يتصدق ب1000 دينار، يعني تأخذ الغيرة وتصدق ب2000 دينار تصير أحسن منك. لهذا السبب أجر إلي وإلك. وهم جمالية الفيديو ماكو أجر من الصلاة صراحة، بس يعني لا أكثر ولا أقل.
والآن يتم الخروج لتصوير ما تبقى من شنو؟ من الفلوج. يعني تخيلوا هسه راح احكي لكم انه وقف، احكي لكم صورة وصوت عم تفهمون. كشف الجو. طبعا رجعنا من الجامع اللي هو هذا الجامع، مو بعيد كلش. ايش سوي؟ لو شيء بحكي ما ادري والله، بس اتذكر. اخوان شوف الفيديو تقريبا هذا الفلوج صار اليوم انا اصور به، والسبب احسبوا وياي انا 15 ساعه شغل من 9 الصبح ل 12 بالليل. جيت بقالي 15 ساعه، جيت بقى 5 منها 4 منها 9 ساعات فقط. ساعتين على الجهاز انستا ومواقع تواصل، جيت بقى 7 ساعات. يمكن 5 ساعات نوم، بقى ساعتين. فهاي الساعتين تقريبا كنت اصور بيها. لذلك شنو؟ فيديو كلش تعبت عليه، صار اليوم انا اصور بيه، يومين ما نايم غير 4-5 ساعات يمكن تقريبا. لذلك لازم تضغط لايك، اوكي؟ لازم تضغط لايك. اذا ما ضغطت لايك انت راح تتعبني هيك. الاماميه انا ما مقتنع بيها، بس يلا ما يخالف. بس شنو؟ جيت اقول لكم خرب الشسوار حرامات. طبعا الحلاق قال لي اللي هو مصطفى، هذا حساب الانستغرام وهذا حساب التيك توك. قال لي شنو؟ قال لي هذا ضمان ب 10 ايام الشسوار، بس نصب عليه او شو اسمه، وقعدت اصبها لقيت خربان. تعبنا مصطفى. اخوان ما اوصف لكم الاجواء، اجواء انت شلون شايف؟ احلى شيء هو نكشف الجو. يعني هسه احلى جو هو هذا اللي هو مقبل على الشتاء بنهايه الصيف. يا ابو انتم عندكم دوام مدارس الله يعينكم. طبعا احنا هم راح تطلع النتائج، بخصوص النتائج اخوان. لا هذا راح اخليه يصورني لان راد احس شويه. اخوان بخصوص النتائج، انت مو اول مره تستلم نتيجه، استلمت الدور الاول نتيجه خوش، شفت رده فعل تقريبا 90% من الطلاب اللي راح يستلمون النتائج. افتر لي منها، تعال افتر لي منها صار عين. اللي شنو؟ اللي راح يستلمون نتيجه الدور الثاني ما شيء الهم، يعني تقريبا ما شيء هم مثل الدور الاول، لان صارت عندهم تجربه. فاخواني اول ما تنزل نتائج لا تلقف على كيفك، ادخل ما دخل اغلس، تروح ساعه وارجع له. وطلعت ناجح، الف مبروك، خلاص هذا اللي اختاره رب العالمين لك، وهذا تعبك او استحقاق. ما معقوله تنظلم، واذا انظلمتك اعتراف. هاي شغله. الشغله الثانيه، اذا شنو؟ اذا طلعت واقع بدرسين ب3 ب4 ب5 بكليتي. اذا وقعت باثنين دور ثالث موجود، اللي انا حكيت عنه بقناه تليجرام، اللي هي هاي قناه تليجرام هنا، حكيت عنه قبل شهر ونص. قلت اكو دور ثالث واكو تحميل واكو وكل شيء اكو هاي السنه. في حال درسين واحتمال 3 دروس، وكل درس 25 تدفع. بخصوص الشغله الثانيه اللي هي شنو؟ دعسه هوايه. التحميل موجود، واذا انت يعني يقول لك 3 دروس تقدر تحمل باقي للسنه الجايه. فكل شيء موجود، تقدر تنجح وتقدر تعيد. واذا عدت انت لا تكرر اخطاء السنه الاولى. وفي مال انا السادس قلت لكم ما اريد اطول عليه هوايه حكي، لان مزعج، لعبان نفسي، وانت لعبان نفسكم ما تريد تسمعون حكي عن السادس وبس. اليوم صدق المتوسط الابتدائي وين نشوفهم اليوم؟ اليوم متوسط الابتدائيه نشوفهم هاي اللي وراك. مدرسه وراك. احنا دا نفتر بالافرع. ليش؟ قول ليش؟ لا شلون؟ والسبب رحنا على الشارع العام، مو شارع العام يعني هي الاشرع شنو؟ يا اخي واسع قالت انا لازم انام. المهم الشوارع يعني نقول عامه، شبه عامه، اللي هي مو الشارع العام الاساسي، اكو شوارع هم مزدحمه دائما. كل شويه ماره بدليفري، مار مدري منو، فصوت يعني تدرون النك مايك ما عندي لاقطه صوتيه، لذلك طبينا بالافرع نصور، والحمد لله ضبط ويانا التصوير، وحمود ما قصر. وها لازم نذكر شغله، اقف خليه يصورني. طبعا اوجه شكر للاخ والزميل ازهر، اللي هو ازهر طبعا شاركني بتصوير هذا الفلوج، واخ حمود. ليش؟ انت تدرون اني من بدايه السادس لهسه عندي ايباد تارك اي جهاز تاركه في سبيل ادرس خوش. لذلك الولد صوروا عندهم ايفونات، احمد صورني، ازهر اعطاني جهازي قال شو كنت محتاج اخذه، هو هسه نايم اصلا اخذ الجهاز صورت بيه. فشكر وحب كبير لاخوي ازهر. واكو شغله ثانيه راح اقول لكم. يلا فيديو يلا يا معلم.
على كيفكم عوف البي ام اخوان، على كيفكم من توصلون الطشه لازم تفتر باوع. هسه انا لا عندي دراجه ولا عندي شوف طشه، من توصل لازم تفتر. حتى انا دير بالك تلطخ، شلون راح تلطخ؟ انا اقول لك شلون. لا تخلي مشهوركم المفضل ياكل فلافل، حال حالكم حال حال اي انسان طبيعي. لا تشوفوني يعني مشهور وهاي، بس متواضع مو. فاذا الفلافل وجبه اساسيه وهي سبب شهرتي. طبعا اخوان رحنا الكافتريا على اساس ناكل ونصور هناك. الساعه تقريبا الساعه 5:30 الصبح. بس شنو المشكله؟ طفت جهاز شحن. رجعنا جبناها سويناها السفر وجبناها اللفات. جينا قعدنا هنا بالسكن مالتنا، احنا نسميه سكن او نسميه شقه بكيفكم. المهم فشحنا الجهاز وصورنا لكم هاي الجزئيه اللي ما لها داعي اصلا. لايك. بعد ما كملنا اللفات ادركنا ان اللفات بايته. ليش؟ مشيناها عن طريق 5 دقائق من الكافتيريا للسكن مالتنا. لقيناهم ثلج باردات. قلنا ما يخالف احنا تاخرنا العاد. ناكل شو ما ادري باوع اسمع على الخيار مال الزلاطه اسود، طماطه شلون ممروده، مجعوصه جعصه اخوان. فاللفات بايته دير بالكم. ما اريد اذكر اسماء، ما يصير ما يصير لي حق اذكر اسم واقوم احش بصاحب الكافتيريا وكذا وكذا. بس والله يا اخوان الله يوفقكم، عم اهتموا باكلكم. يلا باي باي. وقف غير اختم. ها ما اريد اختم بهذا المكان صراحه، لان الختامية خليها موضوع ثاني. هسه شنو؟ هسه بعد اقدر اصور؟ ايه جيد. اي فما اريد تختم بهذا المكان. مهم يعني تقبلوا عفسة شعري لان بدلت 70 مره وصار لي يوم انا اصور. فخلي لايك واشترك بالقناه، واذا عجبك الفيديو انطيني رايك بالتعليقات، وطالبوا مني انه استمر بتنزيل فيديوهات. يلا اخوان كافي الحين هوايه.